يعد مولاي عبد الرحمن بن هشام واحداً من أبرز السلاطين العلويين الذين حكموا المغرب في فترة حاسمة من تاريخه. تولى العرش عام 1822 في وقت كانت فيه القوى الاستعمارية الأوروبية تتطلع إلى التوسع في العالم العربي، فيما كانت الدولة المغربية تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبرى. تميز عهده بالحزم في مواجهة التهديدات الخارجية، لا سيما من فرنسا وإسبانيا، كما شهد تطورات مهمة على الصعيد الداخلي. ولد مولاي عبد الرحمن عام 1778 وهو حفيد السلطان محمد الثالث وابن مولاي هشام. بعد وفاة عمه السلطان مولاي سليمان، اختير لتولي الحكم عام 1822. ورث عن أسلافه دولة تعاني من أزمات داخلية وضغوط خارجية متزايدة. من أبرز الأحداث التي طبعت فترة حكمه التدخل الفرنسي في الجزائر عام 1830، حيث كان المغرب مرتبطاً بعلاقات تاريخية مع جيرانه الشرقيين. حاول السلطان دعم الأمير عبد القادر الجزائري، ما أدى إلى توتر العلاقات مع فرنسا. توجهت الأمور نحو المواجهة العسكرية. في عام 1844 وقعت معركة إسلي بين الجيش المغربي والقوات الفرنسية، وانتهت بهزيمة المغاربة، مما أجبر السلطان على توقيع معاهدة لآلة مغنية عام 1845 التي حددت الحدود بين المغرب والجزائر الفرنسية. على الجبهة الشمالية لم تكن الأمور أقل تعقيداً، إذ شنت إسبانيا حرباً على المغرب عام 1859 فيما عرفت حرب تطوان، التي تسببت في خسائر فادحة، واضطر السلطان إلى قبول شروط قاسية لإنهاء الحرب. رغم التحديات العسكرية، حاول مولاي عبد الرحمن تطوير الاقتصاد المغربي وتحسين الإدارة، حيث ركز على تعزيز التجارة والعلاقات الدبلوماسية مع القوى الأوروبية، مع الحفاظ على استقلال البلاد وسيادتها. توفي مولاي عبد الرحمن عام 1859 بعد حكم دام 37 عاماً، تاركاً إرثاً من التحديات والمواجهات مع القوى الاستعمارية، لكنه نجح في الحفاظ على كيان الدولة المغربية رغم الضغوط الداخلية والخارجية. كان عهده مرحلة مفصلية في تاريخ المغرب.